تقدري تكوني انتي عندك شي فكره، شي مشروع، شي حاجه باغا ديريها وغير ما عندكش الثقه في النفس الكامله باش تمشي وتشجعي وديريها. وكاينين وحدات اخرين اللي عندهم كفاءه قل منك، اللي عندهم عقل قل منك، اللي عندهم خبره في المجال قل منك، ولكن عندهم ثقه في النفس اكثر منك وبداو ومشاو بعيد، وانت باقا لتحت كتقولي لا بلاتي تنكون مستعده، لا بلاتي انا ما واجداش، لا بلاتي غادي يضحكوا عليا، لا بلاتي ما غاديش تصدق. والفرق واحد بيناتكم هو ان ديك تاقت في راسها وتاقت في انها غتعرف كيفاش تخرج راسها، وانتي عندك القدرات عندك كلشي، ولكن الخوف وعدم الثقه في راسك هو اللي مخليك تبقاي اللور وتحبسي راسك على بزاف ديال الفرص اللي باقيين قدامك، وعلى بزاف ديال البيبان اللي انت باقا ما دقيتيش، وعلى بزاف ديال الطوابل اللي باقا ما جلستيش فيهم، وعلى بزاف الناس اللي مازال ما تعرفتيش عليهم، وبزاف الحياه الجميله اللي كتسناك وكامله ما وصلتيش ليها وهي قدامك. خاصك غير تمدي يدك تشديها، والحاجه الوحيده اللي حابسك باش ما تمديش يدك هي الخوف وهي عدم الثقه في النفس. وفي الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم 7 ديال الاسرار اللي انا عاونوني باش نثق في راسي، والشيء اللي خلاني نديفلوبي حياتي، وشحال من حاجه كنت باغا نديرها وما كنتش كنقدر نديرها ودابا الحمد لله كنديرها وانا مرتاحه. كمثال انني دابا معكم في يوتيوب، يعني لو خليت ان الثقه في نفسي تبقى قليله وما نخدمش عليها وما نبحثش ونعرف كيفاش نطورها ما كنتوش غادي تشوفوني. ويلا بداو. اول حاجه بغيت نقولها لك هي انه الحاجه الوحيده اللي حابسنا باش ما نديروش داكشي اللي حنا باغيين وكتخلينا نحسوا باننا ما تايقينش في راسنا هو الخوف. كنخافوا اولا كنحسوا بالقلق سواء من الناس، من الوقت، من اي حاجه. الحاجه اللي بغيتك تعرفي هو انه الهرمون اللي كيفرزو الجسم ديالنا ملي كنكونوا حاسين بالخوف هو نفس الهرمون اللي كيفرزو ملي كنكونوا حاسين بالحماس. نفس الاعراض اللي كيكونوا حنا متحمسين هما نفسهم اللي كيكونوا حنا خايفين. في ديك اللحظه علاش كتبداي ترعدي ولا كتبداي تخافي ولا كتبداي تعرقي؟ الجسم ديالك كيبدا يحرك بزاف ديال الطاقه، تكون عندك القوه باش تهضري ولا باش توصلي ديك الفكره اللي انت باغا توصلها. فهي كاينه الطاقه، كومه ديال الطاقه. الا قلتي انا خايفه فالطاقه درتيها ضدك، الطاقه غتمشي ضدك وغادي بلاصه ما تعاونك غتولي تزيد تاديك وانت غتولي مضاربه معاها، وهذا الشيء ماشي في صالحك وغادي تخليك دير العرض ديالك خايب. الناس ما غاديش يعجبهم حيت الناس كتوصلهم الطاقه ديالك. والعكس الا قلتي انا متحمسه، انا كنترعد حيت متحمسه، انا كنقلقف حيت انا متحمسه، انا كنعرق حيت انا متحمسه، الطاقه ديالك غتولي لصالحك. ومني غتنوضي ديري هذاك العرض اللي انت باغا ديريه اولا دوك الناس اللي باغا تهضري معاهم اولا شي شخص في واحد المستوى عالي باغا تهضري معاه، غتهضري معاه بواحد الطاقه زوينه، غتوصلوا ديك الطاقه زوينه ديالك وعقلك غادي يقول اوكي هاد الطاقه هادي انا قررت اذا نخدمها لصالحي. خصني يخدم بزاف ضدك في الخوف، غيخدم بزاف لصالحك وغادي يرتب الافكار مزيان، يديك غيتحرك مزيان، الجسم ديالك غيتحرك مزيان، الابتسامه ما غتفارقش وجهك. فانت اللي كتقري ديك الطاقه واش بغيتي تقولي راها خوف او لا راها حماس. بالتالي بدلي الكلمه ديال انا خايفه بانا متحمسه. ثاني حاجه بغيتك تعرفيه هو ان الانسان هو سيد الموقف، انتي سيده الموقف ماشي شي حد اخر. فبالتالي خاصك تثقي في راسك ماشي في الاشياء. فمثلا انت غادا تدوي مع واحد الاستاذ، انا تايقه في راسي انني انا غنعرف نقنع الاستاذ، انا ما تايقاش في الاستاذ يقتنع ولا لا. انا باغا ندير مشروع، انا تايقه في راسي المشروع سواء مشى مزيان سواء طراو مشاكل سواء ما طراوش، انا تايقه في راسي قادره نوقف ضد دوك المشاكل وقادره نوقف هذاك المشروع على رجليه. انا ما تايقاش في المشروع. شنو المشروع؟ شنو هو الاخر انا لا علاقه ليا بيه، ميمكنش نتحكم في الاخر، لكن قادره نتحكم في راسي. فتيقي في راسك ماشي في الاشياء. مثلا غدا غنمشي نقضي غرض، انا ما تيقاش في الشتا غتصب ولا ما غتصبش، ولكن تيقه في راسي غندي معايا مضله باش الا صبات غنقدر نحمي راسي. انا غادي نصايب كيكه، انا ما تيقه ولا غتصايب البغرير، انا ما تيقاش في البغرير غيصدق ولا ما يصدقش، ولكن انا تيقه في راسي حتى انا ما صدقش غنعرف ندير شي حاجه اخرى باش نديباني راسي مع الضياف. دونك تيقي في راسك ماشي في الموقف ماشي في الناس، حيت انا سيد الموقف. غنثق في شي حاجه اخرى، غنثق في الله وبعدو انا صافي. ما اش تثقي في الاشياء؟ ما غنثقش في هاد البوله غتخدم، غنثق في انها حتى الا خدمات مزيان الا ما خدماتش غنعرف كيفاش نديباني راسي حيت عارفه راسي كابابل. وهذا الشيء غادي يعاونك باش تلاحي الحوايج جداد، باش تجربي حوايج جداد. حيت الا بقيتي تايقه في واحد الحاجه اوكي واش هي غادي تنفع واش هي غتقاد ما عمرك غادي تقادي. ولكن الا قلتي انا ثقه في راسي غنعرف نقادها، او بلاتي خصني نركز على راسي ماشي على الحاجه واش انا كابابل باش نديرها. الا كنت ماشي كابابل نوجد راسي باش نكون كابابل ونمشي نديرها. هادشي غادي يعاونك باش تجربي بزاف د الحوايج جداد، وبالتالي ملي غتجربي حوايج جداد غتزاد الثقه ديالك في راسك. ثالث حاجه بغيت نقول لك هي انه اي موضوع كنتي غتهضري فيه، الحاجه اللي غتخليك تهضري بثقه في الموضوع ديالك هي انك تكوني مراجعه الموضوع ديالك مزيان. فإلى الموضوع انا كنت موجده ليه مراجعه ليه فاهمه مزيان غنمشي فيه مزيان.
الا كانت الموضوع انا ما موجداش ليه وما حافظاش مزيان، راه واخا تكون السؤال اللي قالوا عندك الجواب ديالو غتبقاي تجاوبي وانت مستريسيه عندك يسولوني داك السؤال اللي انا ما موجداش ليه. فكل ما وجدتي مزيان كل ما كانت الثقه ديالك في راسك مزيان. كذلك انت ملي غتلاحي في شي دومين اللي انت ما كتفهمي فيه والو غتفشلي بطبيعه الحال، وملي غتفشلي ثقتك في راسك غتهز. فاي حاجه ما نتلاح ليها حتى نكون موجده لها. فاي موضوع بغيت نهضر فيه نوجد ليه. الا دوا في شي موضوع انا ما كنفهمش ليه نقول تو سامبلومون ما عرفتش اولا نسكت. فما تكلفيش راسك اكثر من طاقتك باش تحافظي على الطاقه اللي عندك ديال انك تثقه في راسك. رابع حاجه اللي ضروريه بزاف واللي انا عاونتني بزاف، ما يمكنش هاد الحاجه شحال عاونتني، هو تفكر ديما انه لا حول ولا قوه الا بالله. هذاك الشخص اللي انت خايفه منه، هذاك الشخص اللي خايفه يحكم عليك، هذاك الشخص اللي خايفه يأذيك، هذاك الشخص اللي شنو ما كان الخوف اللي انت خايفه، الاستاذ اللي خايف يحط لك واحد النقطه انت ما عاجبكش، القاضي اللي خايف يحكم عليك بشي حاجه، اي شخص ممكن تخيليه بالله، هذاك الشخص راه ما عنده لا حول ولا قوه لراسو الا بالله. هو براسو ما قادر لا ينفع لا يضر راسو. هذاك الاستاذ اللي انت خايفه منه هو نفسه ما قادر لا ينفع لا يضر راسو الا باذن الله. فهو ما عنده حتى شي طاقه، ما عنده حتى شي قوه لا على راسو لا عليك، لا عليك، لا عليك. فهو ما عنده حتى شي قوه لا على راسو لا عليك. علاش غتخافي من شي حد هو غير مسخر اصلا؟ هو كيبان لك انت عنده منصب ولكن راه غير شكليات. في الواقع كلنا سواسيه، وكل واحد فينا مسخر لواحد الحاجه، ولو يكون في واحد المنصب راه ما غيدير غير داكشي اللي قال ليه الله يدير، ولو يسحب لي راسو راه هو اللي بغى يدير. حتى هذاك الاستاذ راه تلاقى والديه وتزوجوا وولدوه ودار هو هاد الفيليا ومشى فيها مزيان وخدا فيها الدكتوراه وعند بالو هادشي كامل دار هو بارادته، ولكن الحقيقه هو مسخر لك باش انت تكبري وتبغي دير هاد الفيليا وتلقاه هو استاذ عليك. فالكون مسخر لك، حنا مسخرين للناس وناس مسخرين لينا. فإلا فهمتي ان راه كل شيء خدام لصالحك، كما كنقولوا حنا في الاسلام اي حاجه فيها خير، اي حاجه فيها خير. وغير هاد الفكره كتخليك تفهمي انه كل شيء خدام لصالحك، راه ما كاينش حاجه ضدك، غير انت ما فهمتيش مزيان. فملي كتفهمي ان داك الاستاذ راه مسخر لك ماشي عليك، والنتيجه اللي غيعطيك راها في صالحك، عجباتك ولا ما عجباتكش راه هذاك الشيء اللي مكتب لك الله وداك الشيء اللي في صالحك. الا كنتي توكلتي على الله، حفظتي، مشيتي دوزتي، درتي التوكل وخليها على الله، كل شيء على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وحتى شي حد ما عنده القوه باش يدير لك حتى شي حاجه الا لا ربي مكتبها لك. خامس حاجه زوينه بزاف وخاصكم تعرفوها، هاد الحاجه غتنفعكم في حياتكم بزاف، هي انه ديما تقولي كلام زوين لراسك، ديما هضري مع راسك بطريقه ايجابيه. كاين بزاف الناس اللي حنا كنشوفهم واعرين، مثلا غير كريستيانو ديك المره طلع ليا فيديو ديالو وهو كيشجع راسو وهو غيبدا الماتش. تخيلي معايا كريستيانو اللي حنا كيبان لينا لعاب واعر، حتى هو كيدير هاد التقنيه ديال انه قبل ما يبدا اللعب خاصو يدوي مع راسو ويقول الي كريستيانو راك تقدر ديرها. فكل شيء في الحياه ما كاينش شي واحد اللي كيحس براسو تايق في راسو 100%، ولكن الثقه في النفس هي انك واخا تحس براسك خايفه ديريها نو مار وات. فقولي لراسك هضره زوينه، بحال انك توقفي قدام المرايه تقولي انا نقدر، بحال انك قبل ما تنوضي قدام مثلا المسرح ولا قدام الناس ولا تهزي صبعك باش تدوي مع الاستاذ تفكري راسك وتقولي انا نقدر، انا حتى حاجه من هادشي ما غيخلعني. ولكن الحاجه اللي مهمه خاصك تعرفها هي انك تكوني ديما كتحيطي راسك بناس ايجابيين، حيت الا كنتي مع ناس سلبيين العقل ديالك ما كيفرقش بين هاد الهضره واش كذوب ولا صح، العقل ديالك ما كيفهمش شنو هي كذوب. فمني كيجي عندك واحد وتيقول لك واخا غير بالضحك يكونوا كيهضر معاك يقول لك مالكي مكلخه، وانت كضحكي تقول مره اخرى غادي يقول لك مالكي مكلخه، حيت تقبلتيها بالضحك، فمره اخرى غيقولها لك بالصح، والعقل ديالك غيبدا يسمع هاد مالكي مكلخه بزاف، وبالتالي غادي يتيقها، وهادشي ماشي في صالحك، وغيبدا يتعامل معك كانك مكلخه. كذلك انت ما تقوليش للناس شي كلام اللي هو خايب، مثلا كما قلت لك راسك ما تقوليش على راسك انا خايبه، لا شوف على حاجه شي حدا كتجبد المرايه تقول ناري نكون عا ما شفتش، لا ما تقوليش بحال هكا لراسك، حيت هادشي غيتيق العقل ديالك وغيتيق انك خايبه وغيتيق انك مكلخه وغيتيق هادشي كامل. وما تقوليش كلام خايب حتى للناس. فمثلا كنتي كضحكي مع واحد الوحده وانت تقول لها ناري صاحبتي مالك مكلخه، عقلك سمع مالك مكلخه وتيقها بحال راك انت اللي قلتيها لراسك. كيف ما قلت لك راه ملي كتوقفي قدام المرايه كتقولي فدوى انت واعره انت تقدري ديريها، عقلك تيق بحال شي حد قالها لك، راه حتى فاش كتقوليها للناس عقلك كيتيق بحال راه قالها لك. فما تقوليش هاد الهضره هادي سواء لك ولا للناس، ما تقولي لراسك راك خايبه ولا مكلخه، ما تقولي للناس راكم خايبين ولا مكلخين ولو بالضحك، ولا شي حد قالها لك وقفي عند حدو وقولي لي علاش قلتي لي هكا، حيتاش خاصك تكوني محيطه راسك بناس كيزيدوا بك لقدام ماشي كيردوك اللور. مثلا شي وحده ديما هي ثقه في راسها كدير العروض ديما 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 هادشي زعما ثقه في راسها، ملي غتصاحبي معاها غتهزك معاها، غيولي بان لك انه ديري عرض شي حاجه عاديه حيت صاحبتك ديما كديرها.
باش بشويه 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 غتلقاي راسك انت وليتي بحالها. لكن الا قلتي لي انا عندي صحابي وعزاز عليا ولكن ما تيقنش في راسهم، انت وصحابك خاصكم صحاب جداد، حيتاش صحابك اوكي الا هما مزيانين وظريفين ولكن طاقتهم في نفسهم هابطه وهما اصلا ما تيقنش في راسهم، وانتيا بديتي هكا كتفرجي فيه وكتفرجي في البنات وكتصاحبي مع ناس وطبقتي هادشي وبغيتي تزيدي لقدام، يا اما غادي يجروك لتحت يا اما غيطلعوا عندك. الا جروك لتحت ايوا شي ما درناه، الا طلعوا عندك الفوق اوكي انت هنا وهما هنا، اما غيجروك اوكي وهادشي ما بغيناش. نقولوا صحابك مزيانين وتا هما طوروا براسهم ولاو بحالك، انت راه غتبقاي هنا ما غتفوتيش حيت هما وصلوا بحالك وصافي ما غاديش يزيدوك لقدام، غتبقاي غير تم. ولا بقيتي تم كما كنقول لكم شحال مره انك تبقى واقف راه معناتها راك راجع للور، حيت الزمن كيزيد. فإلا وصلتي لواحد المنطقه وقفتي وكتسحابك راسك راك واقفه، لا حبيبه راك راجع للور. ما كاينش حاجه سميتها الوقوف، ما كاينش حاجه سميتها الوقوف ديال الزمن. ففي اي حاجه كنا كنديروها في حياتنا لو وقفنا في واحد اليوم، مثلا واحد كان داير محل كيبيع فيه واحد النوع ديال الحوايج، الا بقى كيبيع غير نفس النوع ديال الحوايج ما يبقى حتى يشري من عنده، حيت لا مود كتبدل، الموضه كتبدل والحوانت الاخرين كيجيبوا حوايج اخرين. ويقول انا لا راه ما رجعتش للموديلات القدام، باقي عارف الموديلات ديال 2016 حيت وراه الناس وصلوا 2025 خصك تبيع حتى الحوايج 2025 الا بغيتي تبقى غادي مزيان. فالوقوف كيعني راك هابط اللور، ما كاينش راك غادي راك واقف، ما كاينش حاجه سميتها واقف. فهاد صحابك الا كانوا غيوصلوا هنا ما غينفعوكش. فانا قلت لك انت وصحابك خاصكم صحاب جداد يهزوكم لقدام، ولكن شكون هاد الصحاب اللي غيتصاحبوا معاكم كاملين، حيت كل شيء باغي يتلقى مع ما احسن منه. فداك الشيء علاش ماشي مشكل يكونوا عندك صحابك هكا، ولكن حاولي تونجاجي اكثر مع ناس اللي طالعين، الناس اللي تايقين في راسهم، الناس اللي عارفين اش باغيين، الناس اللي غيزيدوا بك لقدام. وغير انك تكوني معاهم يعطيوك هذيك الطاقه ديال الثقه في راسك، شي افكار ما عمر ما يكونوا في راسك كتولي تسمعيهم وغتولي تامني بهم وغتزيدي بحياتك لقدام. سادس حاجه بغيتك تعرفي هي انه فكره انك تسناي تكوني مستعده مستحيله، مستحيل تكوني مستعده، ما عمرك غادي تكوني مستعده. بداي قبل ما تستعدي، هذا هو السر. بداي قبل ما تستعدي، ما تبقايش تسناي امتى غادي نكون مستعده امتى غادي نكون واجده. شي انا نكون قبل ما نبدا يوتيوب قلت بلاتي نكون مستعده وراني باقا كنستعد، راه ما يمكنش. بداي والكون مني غادي يشوفك بديتي، والله مني غادي يشوفك توكلتي عليه غيسخر لك كلشي يعاونك. غير بداي توكل على الله وبداي. حيت الا جينا في حياتنا كامله نبقاو نتسناو امتى غادي نكونوا واجدين عاد نبداو، كنا ما عمرنا قرينا. علاش الدراري صغار ملي تيكون عندهم 5 سنين 6 سنين، ولا انا مثلا دخلت على 5 سنين كون والديا قالوا لا بلاتي راه باقا ما مستعداش يلا عندها 5 سنين، كيفاش تدخل تقرا وتفيق مع 8 ديال الصباح وهي مسكينه يلا عندها 5 سنين؟ ما عمرك غادي ندخل نقرا. خاصهم واخا انا باقا ما واجداش، واخا انا باقا صغيره، واخا كنبكي ما باغاش نمشي للمدرسه، واخا خاصهم يديوني، حيت غنمشي عاد غنولي مستعده. فالاستعداد كيكون من مورا ما كتبداي، حتى كتبداي عاد كتستعدي. اما فكره انك باركه وكتسناي تستعدي راه ما عمرك غتستعدي. لو واحد باغي يحل مشروع ولكن بلاتي تنتعلم نبيع ونشري، يا سيدي غا حل ومع الخبره غادي تتعلم. حلي تفشلي وتنجحي، تفشلي وتنجحي تتولي تعرفي الاسرار وتعرفي منين تدخلي منين تخرجي منين تشري منين تبيعي وغادي تستعدي. الاستعداد راه هو النتيجه، ماشي راه حنا كنبداو باش نستعدوا. الاستعداد راه هو النتيجه، راه ملي كتستعدي يعني راك واعر. الا كنتي مستعده راك طوب. وما يمكنش تكوني طوب بلا ما تكوني مبتدئه. عطي راسك فرصه انك تكوني مبتدئه. اي حاجه بغيتي ديريها ما تسنيش تكوني مستعده فيها وما تخافيش انك تغلطي. بداي وغتستعدي، حيت الاستعداد هو نتيجه ماشي شعور خاصنا نحسو به. ولا الشعور راه هو الحزن الفرح الحب هادشي كامل احاسيس. الاستعداد ماشي احساس، ماشي غتكوني باركه واحد النهار غتحسي براسك مستعد. فبداي ما تبقايش تسناي انك تستعدي حيت راه ما عمرك غتكوني مستعده. وسابع حاجه واخر حاجه عندنا في الفيديو واخا ما سخيتش بكم هي تعطي لراسك مهمات صغار، مهمات خفاف. بحال مثلا ديري لراسك مهمه ديال انا غنشرب اطرو ديال الماء في النهار، انا اليوم غادي نكمل 5 الصلوات ديالي، انا غنقرا قران قبل ما نعس هاد السيمانه كامله. غير انك تبداي بهاد المهمات الصغار اللي انت مثلا كتشوفي راسك بعيده عليهم. اسبوع كامل نبقى نشرب اسبوع كامل بلا ما نتصنت الموسيقى، يعني ما تبدايش بشي حاجه مجهده، بداي غير بشي حاجه صغيره. ملي غتلقاي راسك كتنجحي في داكشي الصغير ثقتك في راسك غتزاد. غتقولي اذا انا الحاجه اللي درتها في راسي كنقدر نديرها، اي حاجه درتها في راسي قادره نوصل لها. كلشي يقول لك راه صعيبه، كلشي يقول لك راه ما يمكنش ثقي في راسك انت، حيت انت اللي تعرفي شنو اللي مزيان لك وشنو اللي ما مزيانش لك. وما تبقاش تسمعي الهضره ديال البشر، حيت كاين اللي كيقول لك لا راه ما يمكنش غير حيت هو بالنسبه ليه ما يمكنش، ولا خايف انك ديريها ويبان قدامك انه فاشل، فبالتالي كيقول لك لا ما ديريش ما تقدريش، هو راه خايف حيت عارفك تقدري. فزعمي وديريها وبداي بالتحديات صغار بشويه بشويه حتى توصلي للتحديات الكبار. وهذا الشيء اللي كان فيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا
واخر حاجه بغيت نقول لك هي انه لو كنتي ثقه في راسك او لا فالناس ما عارفينش، فبعض المرات تقدري تمثلي انك ثقه في راسك، تحركي كوحده ثقه في راسك كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل اللي غنحط لكم هنا. وهادشي اللي كان فيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هادشي كامل اللي قلت. الا عجبك الفيديو ما تنسيش تخلي لايك وديري ابوني باش تعاودي تشوفوني مره اخرى، وقولوا لي في الكومنتات اي كلمه زوينه او لا اي حاجه بغيتو نهضر عليها في فيديوهات جايين. وهادشي كان فيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلامه.